تعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده بداية هنعمل أكل سريع للمستعجلين. بصراحة ما كنتش هنزل معاكم الفيديو ده عشان النور كان قاطع زي ما انتم شايفين كده، بس قلت يلا ما علينا، مش مهم، التليفون وقع حصل خير. تعالوا بقى كده نشوف هنعمل ايه. هنعمل أكلة سريعة وسهلة، والكفتة عملناها مع بعض أكتر من مرة وعارفين طريقة تتبيلتها. طبعا النور هنا كان قاطع، ودلوقتي النور هيجي وهنكمل الفيديو عادي، سامحوني في الحته دي. بس تعالوا كده قبل ما نبتدي ما ننساش دعوه حبايبنا واخواتنا واولادنا في الثانويه العامه، ربنا يسعدهم ويجبر خاطرهم يا رب ويفرح قلبهم. انا هنا بصبع الكفته معاكم زي ما انتم شايفين، وفي اول فيديو كده حطيت حله فيها شويه ملح وشويه زيت، هنسلق مكرونه. طبعا الاكله المفضله كلنا اللي بنحب الاسباجيتا، بس انا هنا مش هعمل اسباجيتي، هعمل مكرونه قلم عادي. تمام لحد كده زي الفل. ولحد هنا لو وصلتي اوعي تنسي اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، وكمان تكتبي لي كلمه حلوه منك تفرحني وتسعدني وتشجعيني ان اكمل معاكي ان شاء الله. هنعمل هنا بقى الصلصه بتاعه المكرونه. عايزه اقول لكم يعني بصوا النور جه الحمد لله. الصلصه بتاعتي دي بحط لها ثوم وبحط لها معلقه سكر وكمان بهارات مشكله ومكعب من مرقه الدجاج والملح بتاعه وبس، وبسيبها كده تتسبك مع نفسها. دخلت الكفته وخرجتها، هحط بقى عليها كده حته فحمايه لزوم التكات بس والحركات، مش اكتر من كده. تمام كده، يلا بينا. طبعا الفجر هيدا، انتوا مستغربين انتي بتعملي ايه؟ والله الفجر هيدا. الحمد لله خلصنا كل حاجه زي ما انتم شايفين. عملنا برضو احنا مستعجلين، بس عملنا اكله سريعه وسهله وبسيطه وبجد شكلها حلو زي ما انتم شايفين. الكفته جوسي جدا. عملنا طحينه وعملنا سلطه وعملنا المكرونه بالصلصه بتاعتها كده زي الفل، مش ناقص يعني مش ناقص السفره اي حاجه. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعايه الله، مع الف سلامه.